سقوط مفاجئ للاعب أحمد رفعت، توقف قلبه لمدة ساعة ونصف في مباراة بالدوري المصري. محاولات من الأطباء لاستعادة الوظائف الحيوية لجسم نجم الزمالك السابق. موقف محرج لاتحاد الكرة ولفتة رائعة للنجم المصري محمد صلاح ومن نجوم كرة القدم المصريين، وبالأخص المدرب حسام حسن. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي واشترك لي بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. اللي حصل للاعب أحمد رفعت نجم نادي فوتشار أثناء مباراة الاتحاد الإسكندري وفريقه، فجأة وقع لوحده والملعب كله انقلب. التشخيصات المبدئية كانت هبوط في الدورة الدموية، ولكن بعد كده عرفنا إن اللاعب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة. والأصعب من كده هقول لك عليه دلوقتي يا صديقي. الكابتن أحمد رفعت في المستشفى قلبه توقف تماما، وتعرض ل 35 صدمة كهربائية عشان يرجع يتنفس وببطء. طبعا الدنيا اتقلبت وكل نجوم الرياضة راح المستشفى، وتردد إن الكابتن حسام حسن كان من أوائل الناس اللي راحوا المستشفى لأحمد رفعت. اللي حصل مع أحمد رفعت معجزة إلهية، ولولا تدخل الأطباء السريع كان زمانه لا قدر الله. حالته مش مستقرة، لكن نقدر نقول مستقرة نسبيا حتى الآن. في لفتة رائعة من النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يبلغ مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه سيقوم بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا من إنجلترا لعلاج أحمد رفعت في بريطانيا. وكمان نجوم كرة القدم بيزوروا اللاعب وأولهم حسام حسن. وكمان الشعب المصري بيدعي للاعب أحمد رفعت إن ربنا يقومه بالسلامة. اتحاد الكرة في موقف لا يحسد عليه. الأندية لقيت نفسها تلعب في أول يوم رمضان الساعة 9، فالأندية بعتت فاكس وقالت مش عايزين نلعب أول يوم رمضان عشان صحة اللعيبة، عشان أول يوم صيام وأكيد الجسم لسه ما استوعبش ولا تعود على الصيام، فمن الطبيعي هيكون في تعب لجسم اللعيبة. فحرصا على سلامة اللعيبة ما تخليش الماتش أول يوم ولا حتى الساعة 9 بعد المغرب. المغرب بيأذن الساعة 6، يعني أنت سبت لهم 3 ساعات بس. ولكن اتحاد الكورة أصر إن هم يلعبوا في أول يوم في رمضان وفي نفس الساعة 9. واللي حصل إنه في لاعب وقع ما بين الحياة والموت بسبب قرار اتحاد الكورة. خصوصا سبب الأزمة قد تكون قلة الأملاح في الجسم بسبب الصيام، هي السبب في حدوث هذه الأزمة. ربنا يشفي عبده أحمد رفعت شفاء لا يغادر سقما. يا ريت كل الناس تدعي لأحمد رفعت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.